هذا شكلها النهائي بعد ما كملتها. جدا بسيطة ولذيذة ومكوناتها رائعة. شوفي، شوفي الجمال. مكوناتها بسيطة وموجودة بكل بيت، ورمضان قريب علينا. وهاي الشوربات الصحية اللي حسوي لكم اياها وتتمتعون بها برمضان. ارجو منك متابعتي على قناتي والاشتراك، واكون ممنونة منكم. مرحبا أعزائي المتابعين والمشاهدين. اليوم راح أسوي لكم شوربة. أول ما أجيب زيت الزيتون، وهنا وضعنا كمية مناسبة من زيت الزيتون. وهسه هنا خليت بصلة متوسطة الحجم قطعتها ناعم، حنخليها فترة دقيقتين لحد ما يذبل البصل. هنا ورا ما ذبل البصل، هنا الشوربة الحلو بيها انه تخلين كل المكونات سوا وسهلة، وطعمها جدا رائع ولذيذ. واحنا بايام شهر رمضان الكريم. هنا عندي كوب من لسان العصفور، هي معكرونية لسان العصفور. هنا طعمها جدا لذيذ. وهنا عندي شوفان، ملعقتين شوفان. وهنا عندي ملعقتين برغل. هنا لح شوية احمسهم ويا البصل، بعدين اكمل الاضافات. هنا عندي جزراية مبشورة همينة متوسطة الحجم. وهنا عندي طماطة همينة متوسطة الحجم، استخدمتها بس قطعتها ناعم جدا. هنا عندي ملعقة معجون الطماطة. هنا أخلطهم بشكل جيد لحد ما يمتزج كل المكونات سوا. طبعا شوربة طعمها لذيذ وصحية، مكوناتها جدا بسيطة. هنا عندنا ماجي ملعقة كوب. هنا راح اخلي ربع ملعقة كركم. وهنا فلفل اسود ربع ملعقة، وهذا حسب الرغبة. وهنا عندي ملح، خليت نصف ملعقة كوب لان خليت ماجي فعلى مود لا تكون مالحة. هنا راح اخلي لترتين مي مغلي، واخليها لحد ما تستوي كلها. هي ما تطول، 3 ساعة فقط تستوي المكونات كلها بهذا الشكل. راح اخليها لحد ما تغلي وتكمل. هنا ورا ما خليتها 3 ساعة، شوفوا شكلها شلون صار. طبعا مدى تشتمون الروائح لان ريحتها كلش طيبة وشكلها روعة، واكيد النكهة اطيب. هنا عندي معدنوس ثارمته. هنا قبل ما اطفي حوالي دقيقة او نصف دقيقة اخلي المعدنوس، يعني اول ما اخليه شوية عم تبقى نكهة المعدنوس قوية، ما تذبل بالحرارة اذا بقيتها فترة طويلة. طبعا هاي الاضافة تعطيها نكهة طعم رائع جدا. وهنا رح اصب
طبعا شوربة واحنا بأيام رمضان غاية تشبع وصحية ولذيذة وسهلة التحضير، ومكوناتها كلها موجودة. وهذا يكون شكلها الرائع. جربيها، كتبي لي بالتعليق إذا عجبتك. هذا شكلها النهائي بعد ما كملتها. جدا بسيطة ولذيذة ومكوناتها رائعة. شوفي الجمال. مكوناتها بسيطة وموجودة بكل بيت، ورمضان قريب علينا. وهاي الشوربات الصحية اللي حسوي لكم اياها وتتمتعون بها برمضان. ارجو منك متابعتي على قناتي والاشتراك، واكون ممنونة منكم.